السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة كتاب المعاصر الخاصة بيونت 1، نحلها مع بعض بكل سهولة. لكن قبل ما نبدأ أتمنى من الكل يعمل لايك وشير للفيديو. أول حاجة مع بعض بيج 24. يلا كده مع بعض. هنا بيقول butterflies are colorful. الباترفلايز بيقولك ان هي بتكون colorful. ايه طبعا دي بتكون insects، يعني حشرات بتكون ملونة. birds are not that can fly. قالك ان الطيور هي ايه عندنا، بيقولك ان هي تستطيع الطيران. طبعا البيردز دي عبارة عن creatures، يعني مخلوقات يمكنها الطيران. نمبر 3 بيقول tigers to survive in the forest. تايجرز اللي هو النمر، بيقولك عشان يبقى على قيد الحياة في الغابات، فبالتالي هو بيعمل ايه؟ بيعمل هانت، يعني يصطاد. The knot hole was too small for a mouse to get enough. قالك عندنا ايه؟ الحفرة اللي كانت صغيرة جدا للفار علشان ان هو get through، يعني ان هو يعني يخترقها يعني. فبالتالي هقوله the tiny hole. الحفرة كانت ضئيلة جدا او صغيرة جدا للفار علشان يخترقها، عشان يدخل جواها يعني. اللي بعده بيقولك crocodiles are huge and الكروكودايل التمساح بيكون ضخم وبيكون ايه كمان؟ هقول scary يعني مخيف. some animals can't، بعض الحيوانات لا تستطيع نقط in very cold weather، في الطقس البارد جدا، وما تستطيعش ان هي survive، ان هي تتكيف او تبقى على قيد الحياة. Number 7 the small fish in the Nile river are. السمك الصغير في نهر النيل بيكون ايه؟ طبعا بيكون colorful، يعني بيكون ملون. بعد كده معايا هنحل مع بعض دي بيج 27 من كتاب المعاصر. هنا بيقول choose. In the Nile river are called water weeds. في نهر النيل تسمى water weeds اللي هي الأعشاب المائية، اللي هي ايه؟ اللي هي plants النباتات. humans need water. الإنسان بيحتاج لمية. food طعام. air هواء. to طبعا to survive عشان يبقى على قيد الحياة. وكلمة survive من الكلمات المهمة جدا، ركزوا عليها. نمبر 3 بيقول huge crocodiles are the king نقط the Nile. التمساح الضخم بيكون ملك ايه؟ بيقول لك the Nile، هقول king of the king of. طيب نمبر 4 بيقول the Nile is home. النيل بيكون بيت many different animals، بيكون home to، يعني بيكون موطن للعديد من الحيوانات المختلفة. تعالوا معايا السؤال اللي بعده read the text. هنا بيقول أحمد and his family went to a trip to أسوان. أحمد وعيلته ذهبوا الرحلة لأسوان. they went by train، يعني ذهبوا بالقطار. on their way they enjoyed the Nile river. قالك عندنا في طريقهم هم كانوا مستمتعين بنهر النيل. it's one of the longest rivers in the world، يعني إن هو أحد أطول أنهار العالم. they saw different kinds of colorful fish. هم رأوا أنواع مختلفة من الأسماك الملونة. small fish eat plants in the water. السمك الصغير بياكل النباتات في المية. these plants are called water weeds. قالك عندنا إن النباتات الصغيرة دي، النباتات دي اسمها water weeds، يعني أعشاب مائية أو حشائش مائية. they also saw different kinds of birds. هم أيضا شافوا أنواع مختلفة من الطيور. birds eat small fish. الطيور بتاكل السمك الصغير. insects الحشرات and even plants near the river. قالك عندنا الحشرات وكمان النباتات اللي بتكون قريبة من نهر النيل. in أسوان they saw crocodiles. هم في أسوان شافوا التماسيح. الكروكودايلز دي قالك are the king of the Nile، قالك هي بتكون ملك النيل. أحمد's father said that they should keep the Nile river clean. والد أحمد يعني قال إن هما يجب عليهم الحفاظ على نهر النيل إن هو يكون نظيف. نحل مع بعض الأسئلة. نمبر 1 أحمد and his family went to. أحمد وعيلته ذهبوا فين؟ طبعا ذهبوا لأسوان. the underline word كلمة small قالك اللي هي تحتها خط اللي هي جيم is the opposite of. كلمة opposite معناها عكس، يعني كلمة small عكسها ايه؟ طبعا عكس كلمة small large، هختار هنا large. نحل الأسئلة. بيقول how did أحمد and his family go to أسوان. ازاي هم راحوا أسوان؟ اهو قالك they went by train.
فدي كده اجابة السؤال نمبر 3. هقول له باي ترين، ممكن نكتبها هنا عندنا كده اهو، هقول له باي ترين بالقطار. السؤال نمبر 4 بيقول لك summarize the text in one sentence، عاوزنا نلخص الفقرة دي في جملة واحدة. ممكن اقول له ايه، ممكن اكتب يعني جملة كده عن الفقرة: احمد and his family went on a trip to اسوان، وعائلته ذهبوا رحلة لأسوان. ده كده ممكن دي جملة كده تلخص ايه الفقرة بتاعتي. فدي كده اجابة السؤال نمبر 4. طيب what do birds near the Nile eat؟ ايه عندنا اللي الطيور بالقرب من النيل بتاكل؟ قلنا بتاكل ايه؟ معايا اهو، شايفين معايا؟ بتاكل small fish insects حشرات and even plants near the river، وكمان النباتات. فدي كده اجابة السؤال نمبر 5. اللي بعده معايا البانكتويت علامات الترقيم. طبعا اول حاجة هو اصلا حللها اللي هي عندنا ذا دي زي ما هي تنزل، حرف الان ده هنغيره في كلمة نايل. تمام، نكمل الجملة. ايه تاني عندنا؟ مفيش، بس اخر حاجة بس بحط ايه النقطة. يعني هكتب كل الجملة بتاعتي كاملة كده، هغير بس الان هنا واحط نقطة. هي طبعا اول حاجة لازم تبدأ بيه كابيتال ليتر، طبعا ده سؤال، وفي الاخر خالص بحط علامة الاستفهام، بنزل كل الجملة كاملة. بعد كده تعالوا معايا نحل كده من أسئلة كتاب المعاصر، نحل بيج 28. أتمنى اللي وصل معايا لحد هنا يعمل لايك وشير للفيديو. معايا السؤال الخاص بالليسن ده نحله لوحدنا. طبعا نص الاستماع بيكون موجود في آخر الكتاب زي ما هو بيقول كده، عندنا نصوص الاستماع في نهاية الكتاب. تعالوا نحل هنا read and complete the text. أول حاجة جايب كروكودايل تمساح، نايل النيل، بيردز طيور، هانت يصطاد، بودر ويدز معناها الأعشاب المائية أو الحشائش المائية. أول حاجة بيقول the Nile river is full of life. نهر النيل بيكون عندنا مليء بالحياة. you can see large، يمكننا رؤية large ايه؟ طبعا كروكودايلز التماسيح الكبيرة. that a fish، طبعا that hunt fish اللي بتصطاد معايا السمك and other animals وحيوانات تانية. tiny ايه؟ هقول له عندنا tiny birds الطيور اللي بتكون صغيرة دي، قالك ان هي fly near the water بتطير يعني بالقرب من المية. and small fish eat green والسمك الصغير بياكل green ايه؟ water weeds اللي هي الحشائش او الاعشاب المائية. بعد كده بيقول لك it's busy place where every creature plays a part. قال لك عندنا بيكون مكان مزدحم لان فيه مخلوقات كتيره بتكون هناك بتلعب دور مهم او بتكون جزء مهم منيها. protecting the river helps all these amazing animals survive. حمايه نهر النيل بيساعد الحيوانات دي ان هي تبقى على قيد الحياه. تعالوا نحل مع بعض سؤال الترتيب. اول حاجه طبعا هنبدا ب وي، وبعدين هقول وي must يجب علينا، protect ان احنا نحمي، هقول له معايا ذا نايل ريفر اللي هو نهر النيل. بس كده. السؤال اللي بعده هقول له ايه؟ هقول له بيردز الطيور، ايت يعني تاكل، هقول سمول يعني صغيره، هي سمول ايه؟ سمول فيش طبعا، and insects والحشرات. بعد كده بيقول لك write a paragraph، هنكتب الباراجراف عن الكروكودايلز التماسيح. بيقول لك هنا مديك كلمات فيش وكينجز ونايل ريفر اللي هو نهر النيل. اول حاجه هنقول هنا ان الكروكودايلز live in the Nile River بتعيش في نهر النيل. they are big animals هي حيوانات ضخمه. they eat fish بياكلوا سمك. they are the kings of the Nile بيكونوا ملوك النيل. they are amazing يعني هم بيكونوا مدهشين. تعالوا معايا كده مع بعض نحل page 30. اول حاجه هنا بيقول eating healthy food gives us يعني تناول الطعام الصحي بيدينا ايه؟ طبعا بيعطينا energy يعني طاقه. are very dangerous animals so we shouldn't go near them. مين هي حيوانات بتكون خطيره فبالتالي لا يجب علينا الاقتراب منها؟ طبعا عندنا السنيكس الثعابين. اللي بعده بيقول we not food in the fridges to keep it cool. ايه الطعام في التلاجة عشان يكون بارد؟ مفروض طبعا احنا ستور، مفروض نخزن الطعام في التلاجة علشان الطعام يبقى باردا يعني. snakes and نقط are desert animals الثعابين وايه بتكون حيوانات الصحراء. طبعا عندنا foxes اللي هي الثعالب. هنا بيقول the desert is a very not place الصحراء بتكون ايه مكان؟ بتكون طبعا dry place مكان جاف. we learn about animals احنا اتعلمنا عن الحيوانات.
plants النباتات and the weather الطقس when we study. تعلمنا عن الحيوانات والنباتات والطقس لما احنا بندرس ايه؟ طبعا بندرس nature الطبيعة. الكاملز are not animals. الكاملز طبعا بتكون desert animals يعني حيوانات الصحراء. بعد كده هنحل مع بعض بيج 33. نبدأ أول حاجة عندنا بتشوز بيقول I always. طبعا أنا شرحت القاعدة دي بالكامل، قاعدة المضارع البسيط شرحتها على القناة، هسيب لكم اللينك في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. هنا بيقول I always يعني أنا دائما lunch at home every day. أنا الغداء كل يوم. طبعا هقول بصوا معايا هنا زمن المضارع البسيط، عندنا هنا الفاعل I، يبقى بالتالي هنحط الفاعل بدون اس، يبقى هختار eat. My sister and I play tennis after school. My sister and I الفاعل معايا هنا معايا I، يبقى بالتالي معايا طالما انا هنفي في مضمن المضارع البسيط انا بنفي بدونت او doesn't، فانا الفاعل معايا I فبالتالي هنفي بدونت. I not go to school on foot. I always go by bus. انا اللي بذهب المدرسة او سيرا على الاقدام، انا دائما بروح بالاتوبيس، فبالتالي هو استحالة يروح المدرسة سيرا على الاقدام، هو دايما بيروح بالاتوبيس. طالما حط هنا عندنا always يبقى بالتالي هختار never، استحالة يعني. ونقط our grandparents المفروض احنا غالبا نزور، فلما يكون معايا ظرف من ظروف التكرار وفعل فبالتالي انا بحط الاول ظرف التكرار وبعدين بحط الفعل، فانا عندي هنا وي، فبالتالي الفعل هيكون بدون اي اضافات. علي نقط tired after playing with his friends. هنا بيقول لك علي بيكون متعب بعد. طالما انا عندي ظرف التكرار وفيرب تو بي يبقى لازم اختار فيرب تو بي وبعدين ظرف التكرار، فبالتالي دي ما تنفعش معايا، ودي كمان ما تنفعش، كمان دي ما تنفعش، لازم اخد الاول فيرب تو بي بعد كده ظرف التكرار. اما لو فعل لا، بحط ظرف التكرار وبعدين بحط الفعل. كل الاجزاء دي انا شرحتها على قناة ميس مامي التعليمية، تمام. وزي ما قلت هسيب لكم اللينك في اول تعليق. هنا بعد كده نمبر 6 بيقول I usually نقط 8 hours every night. هقول له انا عادة بنام 8 ساعات كل ليلة. ده زمن مضارع بسيط، الفاعل معايا I، هحط الفعل بدون اي اضافات، طبعا الفعل الاصلي sleep. he نقط plays video games. he prefers reading book. هو بيلعب العاب الفيديو، هو بيفضل قراءة الكتب، هو بيفضل ان هو يقرأ الكتب، فبالتالي هو ما بيلعبش العاب الفيديو جيمز، فبالتالي هقول له he never يعني هو استحالة يلعب العاب الفيديو جيم. she نقط watches cartoon because she prefer reading. هي دايما بتشاهد الكرتون لان هي، بص هو معايا هنا بيقول لك هي بتشاهد الكرتون، هنا بيقول هي بتفضل لان بتفضل القراءة، فبالتالي هقول له هي rarely يعني هي نادرا لما بتشاهد الكرتون لان هي بتفضل القراءة. نمبر 9 بيقول snakes نقط plants. هقول له ان هي هنا طبعا احنا قلنا طالما ظرف التكرار يبقى ظرف تكرار وفعل، وهنا عندنا دي جمع يبقى الفعل بدون اي اضافات، فدي ما تنفعش، دي ما تنفعش، قلت الظرف وبعدين الفعل، ودي ما تنفعش عشان دي فعل الاول، لازم الظرف وبعدين الفعل، والفعل بدون اي اضافات، تمام، عشان الفاعل جمع، طالما الفاعل جمع زي ما قلت الفعل بدون اي اضافات. السؤال اللي بعده السؤال بيقول read and write the correct form. نمبر 1 بيقول حسن نقط drink tea. he doesn't like at all. حسن بيشرب الشاي، هو ما بيحبوش على الاطلاق، فبالتالي هقول له never هو استحالة يشرب الشاي، يبقى هكتب هنا never. سما نقط to the cinema on Sunday. سما السينما، هل لك هنا goes sometimes، قلت لك لا، انا بحط ظرف التكرار وبعدين ببدأ ان انا احط الفعل، فبالتالي هشيل كلمة some goes دي واحط sometimes وبعدين بحط معايا go، على حسب هنا معايا الفاعل مفرد يبقى بالتالي احط goes عشان الفاعل مفرد، لو الفاعل جمع كنت حطيت بس go. طيب عندنا غادة late for school. اول حاجه معايا هنا جايب ظرف التكرار والده معايا فيرب تو بي، لا انا قلت بحط تو بي الاول وبعدين بحط ظرف التكرار، تمام. هنا اي نقط تي ان ذا مورنينج. بصوا معايا طالما احط فاعل وظرف التكرار ما ينفعش احط العكس، يبقى لازم احط الاول ظرف التكرار وبعدين احط الفاعل. طب الفعل احط له اس ولا لا؟ على حسب الفاعل،
الفاعل I يبقى ما بحطلهوش حاجة، زي ما قلنا I we you they الفعل بيكون زي ما هو. نمبر 5 بيقول I don't go to the club I not go there. بصوا معايا هنا، انا ما بروحش النادي I not go there، يبقى بالتالي استحالة ان انا بروح هناك او بذهب هناك، يبقى هقول له ايه I never. هالة not play tennis she likes playing it. هالة ايه بيقول لك تلعب تنس، هي بتحب لعبه يعني، فبالتالي هقول له always يعني هي دايما، لان هي بتحب لعب التنس يعني. camels not eat meat they eat grass، يبقى بالتالي معايا هنا بيقول لك ان هي بتاكل لحمه، هي ايه اللحمه؟ تاكل لحمه، هي بتاكل جراس. اول حاجه الكامل ما بتاكلش لحمه، فبالتالي هقول له نيفر، استحاله طبعا الجمال تاكل لحمه، الجمال بتاكل جراس. they are not tired after a long day at school، هم بيكونوا ايه متعبين بعد يوم طويل في المدرسه، يبقى بالتالي هقول دايما بيكونوا، ان عندنا طبعا اليوم الطويل بعد المدرسه بيكون دايما متعب. نمبر 9 they sometimes not football، هما ايه بعض الاوقات، فبالتالي حط الفاعل هنا، الفاعل معايا جمع، يبقى بالتالي الفعل بدون اي اضافات هقول play. we not go to school on Fridays، شوفوا معايا هنا قال ان نحن بنذهب للمدرسة ايام الاسبوع ايام الجمعة، لا احنا ما بنروحش المدرسة ايام الجمعة، فبالتالي هقول we never، استحالة يعني. تعالوا بعد كده معايا نحل كده اسئلة على lesson 2، ودي بتكون بيج 34. يلا معايا كده هنحل السؤال نمبر 2. بيقول هنا plants نباتات birds طيور camel الجمل animals حيوانات desert اللي هي الصحراء. my little sister likes animals so much، أختي الصغيرة بتحب الحيوانات كتير جدا. she has a lot of pictures of، هي عندها صور لإيه؟ عندها صور طبعا للانيمالز الحيوانات in her room في الغرفة بتاعتها. she knows a lot of information about each animal، هي تعرف الكثير من المعلومات عن كل حيوان. she prefer هي بتفضل ايه؟ هقول له هي بتفضل نقط animals so much، طبعا الديزرت animals حيوانات الصحراء كتير جدا. her favorite animal is the، حيوانها المفضل طبعا الكامل الجمل. الكاملز can live for a long time، بتعيش لوقت طويل without water بدون ميه. they eat هم بياكلوا ايه؟ طبعا بياكلوا plants النباتات، فدي معايا نمبر 4. اللي بعده بيقول هنا my mother loves cooking، أمي بتحب الطبخ. she نقط cooks delicious food، يبقى طالما بتحب الطبخ يبقى هي always يعني دائما ان هي بتطبخ طعام جميل او لذيذ يعني. I always نقط my homework on time، يبقى بالتالي عندنا ايه؟ انا عندي هنا I تمام وحط لك does، يبقى بالتالي انا عندي I بيجي معاها do. طيب تعالوا مع بعض، تعالوا نحل السؤال الترتيب. اول حاجه هقول هنا ان الكامل always، بعد always بحط معايا فعل، يبقى هقول store بتخزن ايه؟ water الميه in their bodies، وبعد كده بحط في الاخر نقطه. هنا هقول lizards الصحراء، طبعا بحط verb to be عشان معايا sometimes، فقبل معايا ظروف التكرار وفي verb to be am او is او are، فلازم الاول احط verb to be وبعدين احط ظرف التكرار وبعدين بحط معايا الجملة بتاعتي بكملها. تمام. السؤال اللي بعده معايا هنا البانكت ويت، معايا كده احط اول حاجة هاو، تمام بكتب الجملة بتاعتي، طبعا ده سؤال في الاخر بحط علامة الاستفهام. هنا معايا الجملة بدأت أول حاجة بأنيمالز، بحط كلمة حرف ال A، أكمل الجملة بتاعتي وفي الآخر أحط نقطة، بس كده. تعالوا بعد كده معايا هنحل أسئلة كتاب الطالب والتقييمات، ودي بتكون general exercise يعني بتكون تدريبات عامة. أول حاجة بيقول choose هي نقط football after school because she loves it، قالك هو ايه كرة القدم بعد المدرسة لان هو بيحبها. اول حاجة هنا جايب ظرف من ظروف التكرار وفعل، قلنا لازم احط الظرف وبعدين الفعل، فبالتالي معايا هنا دي ما تنفعش عشان الفعل الاول ودي ما تنفعش. هنا عندنا الفاعل هي، يبقى بالتالي الفعل لازم يكون فيه اس، يبقى هختار usually plays. snakes often eat small animals like التعابين ده غالبا يعني بتحب الحيوانات الصغيرة زي ايه؟ زي عندنا الراتس الفئران.
Number 3 insects give lizards. الحشرات بتعطي للليزر، بتعطيها قلنا energy طاقة. My brother not goes to school by car. أول حاجة معايا هنا بيقولك الجملة طبعا منفية. طيب أنا عندي طبعا هنا الفاعل مفرد، يبقى بالتالي ما ينفعش أحط معايا ضم. عندنا طبعا ده أصلا يعني زمن مضارع بسيط، فبالتالي ما ينفعش أستخدم فيه إذن. بالتالي معايا doesn't أو never. لو استخدمت doesn't لازم يبقى الفعل معايا هنا بيكون في المصدر، لاني قلت قبل كده في فيديو الشرح، قلت عندنا بعد do وبعد does لازم يكون الفعل في المصدر بدون اي اضافات. وانا عندي في القناة شرحت زمن المضارع البسيط بالتفصيل، هسيب لكم اللينك موجود في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. تمام. فبالتالي معايا هنا انا مش هينفع ان انا اختار doesn't، هختار ايه؟ هختار never، عشان انا عندي never ده ظرف من ظروف التكرار وبعده بحط الفعل. هنا الفعل فيه اس عشان الفاعل مفرد اللي هو my brother. اللي بعده الفقرة نبدأ نقرأها. اتمنى اللي وصل معايا لحد هنا يعمل لايك وشير للفيديو. برضو عندنا فيديو حل اسئلة كتاب التقييمات، هسيبها لكم برضو موجود في اول كومنت تحت الفيديو، هتلاقوه برضو موجود في القناة في قوائم التشغيل. تعالوا معايا هنا نبدأ نقرأ. بيقول even though the desert is hot and dry. بالرغم ان الصحراء يعني بتكون حارة وجافة. many animals do well there. حيوانات كتير بتعيش بشكل كويس هناك. snakes often eat small animals. الحيوانات بيقولك ان هي الثعابين بتاكل غالبا حيوانات صغيرة like rats or lizards زي الفئران أو السحالي to survive عشان تعيش. camels are well adapted to the desert and eat plants to stay strong. الجمال بتتكيف بشكل كويس مع الصحراء وبتاكل نباتات عشان تكون يعني بشكل قوي. Lizards get their energy by eating insects. السحالي بتاخد الطاقة بتاعتها أو بتحصل عليها إن هي بتاكل الحشرات. Some desert animals بعض حيوانات الصحراء like الأول زي البومة come out at night بتطلع بالليل. when it's cooler يعني عندما يكون الجو بارد. while other hide under rocks بينما الآخرين يستخبوا يعني تحت الصخور. during the day أثناء النهار to stay cool عشان يكون جسمهم بارد. each animal in the desert كل حيوان في الصحراء has an important role. كل حيوان بيكون ليه دور مهم في الصحراء. طيب ليه؟ helping nature stay in balance وده عشان بيساعد الطبيعة ان هي تكون في توازن. تعالوا نبدأ نحل مع بعض. اول حاجة بيقول هنا ايه؟ lizards eat يعني السحالي بتاكل ايه؟ احنا قلنا طبعا السحالي بتاكل insects بتاكل حشرات عشان تحصل على الطاقة في الصحراء. الowls usually come out البوم تطلع امتى؟ قلنا at night بالليل. السؤال نمبر 3 how do some animals stay cool in the desert during the day. ازاي بعض الحيوانات بتبقى باردة في الصحراء اثناء النهار؟ قلنا ان هي hiding under rocks بتستخبى تحت الصخور. بالتالي معايا اهي. تمام. يبقى هقول له ايه؟ هكتب عندنا كده باي hiding under rocks ان هي تستخبى تحت الصخور. ودي كده اجابة السؤال نمبر 3. السؤال نمبر 4 what do camels eat to stay strong in the desert. بياكلوا ايه علشان يكونوا اقوياء في الصحراء؟ طبعا قلنا بياكلوا plants يعني نباتات. تمام. فبالتالي اجابة السؤال نمبر 4 هقول ايه؟ plants. نمبر 5 why is each animal role important in the desert. ليه كل حيوان بيكون ليه دور مهم في الصحراء؟ هقول له because هقول helping nature stay in balance ودي إجابة السؤال نمبر 5 عشان بتساعد الطبيعة ان هي بتكون في توازن. اخر حاجة معايا وهي الباراجراف عن الديزرت انيمالز عن حيوانات الصحراء. الكلمات المساعدة foxes ثعالب camels جمال lizards يعني السحالي. يلا مع بعض نبدأ هنا. بيقول we have many desert animals عندنا العديد من حيوانات الصحراء. foxes eat small animals الثعالب تاكل حيوانات صغيرة. camels eat plants الجمال تاكل نباتات. lizards eat small insects السحالب تاكل حشرات. desert animals help nature stay in balance حيوانات الصحراء بتساعد الطبيعة أن تبقى في توازن. I love the desert animals أنا بحب حيوانات الصحراء. they are amazing يعني دول بيكونوا مدهشين. وطبعا ممكن احنا نكتر في الجمل ونكتب أكتر من كده.
احنا هنقف لحد الجزئية دي، وبعد كده معايا ده هيكون بارت 2 ان شاء الله، هنحل فيه باقي الاسئلة كتاب المعاصر الخاصة بيونت 1. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، برجاء الله لايك وشير للفيديو. Thanks for watching. باي باي.